الجلطة القلبية، ربنا يكفينا الشر، بس ده موضوع ما بيحصلش فجأة، ده بيحصل وبيدي مقدمات من قبلها بحوالي شهر 2 واحيانا سنة وسنتين. فلازم حضرتك تكون منتبه للأعراض دي وما تستهترش بيها وتأخذها مأخذ الجد. عايز تعرف تفاصيل؟ كمل معايا الحلقة للآخر، بس قبل ما تبدأ صلي على النبي في التعليقات. أول عرض من أعراض جلطات القلب أو بداية إن القلب يصرخ ويقول لك أنا تعبان، بتلاقي ألم في فم المعدة هنا، وساعات يسمع في الدراع الشمال أو حتى ساعات على اليمين، وساعات الألم يمتد للفك ويمتد للذراعين، وبالتالي يفك بعدها بشوية. فأنت ما بتحطش في دماغك وتقول عادي، لا يا حبيبي ده مش عادي. أوقات بيجي لنا تعب وضيق تنفس، خصوصا بيزيد مع المجهود، وانت بعدها بتخلص مجهودك وتبقى تعبان ومش عارف تاخد نفسك وتقعد فتنسى الامر وتقول عادي، لا ده مش عادي. التعرق البارد، يعني تكون في عز الصيف وتلاقي جسمك بينزل عرق بارد وانت ما انتش فاهم هو ايه ده، وقلبك عمال يدق 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 بشكل قوي جدا. تلاقي نفسك معاك اضطرابات في النوم، مش عارف تنام كده، وشعور بالقلق ومش قادر تاخد نفسك شويه ويعدي، وبرضه انت بتطنش وتقول عادي عادي. مش بالضروره كل الاعراض اللي انا قلتها ده تعني جلطه او ذبحه صدريه، بس اجتماع الاعراض دي غالبا بيحط لي ناقوس الخطر ان انا لازم ابص واشوف واتابع مع طبيب، خصوصا بقى مع الاشخاص اللي عندهم تاريخ مرضي يخلينا قريبين من الحته دي. يعني حد من قرايبه كان عنده مرض قلب ومشاكل قديمه وهو واخد نفس الصفات الوراثيه دي. رقم 2، التدخين، الناس اللي بتدخن اكيد عرضه اكتر من غيرهم للاصابه بامراض القلب. الضغط العالي وامراض ارتفاع مستوى الكوليسترول في الدم، الناس اللي معاها سكر، وطبعا كمان السمنه، ودي تبقى من ريسك فاكتورز او الحاجات اللي بتخلينا قريبين قوي قوي من الاصابه. من هنا بقى بيجي دور واهميه اخصائي التغذيه العلاجيه. عشان كده بقى التشخيص المبكر والمتابعه مع اخصائي القلب اكيد ممكن ينقذ حياتك. دكتور محمد حسنين، استشاري التغذيه العلاجيه.